الذكرى السنوية الخامسة لشهداء مجزرة زاريا واستمرار اعتقال زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم الزكزاكي وسط ظروف غامضة شكلت مرتكزا لانعقاد ندوة حقوقية دولية عبر الفضاء الافتراضي، حيث انتقد المشاركون الغموض الذي يلف قضية اعتقال الشيخ الزكزاكي، متهمين الحكومة النيجيرية بتعمد إخفاء الحقائق في هذه القضية لتحقيق مآرب لأطراف خارجية. الحكومة النيجيرية لم توجه أي تهمة رسمية لوالدي حتى اليوم. الهجوم على زاريا كان بمثابة جريمة، ولا تزال الجريمة مستمرة باعتقال والدي، وهذا الاعتقال التعسفي لا يستند إلى أي قانون. وأكدت الكلمات أن الاعتداء على المسلمين في نيجيريا والذي يتم في وقت تلتزم فيه الحكومة النيجيرية الصمت إزاء الأعمال الإجرامية التي ترتكبها العصابات الإرهابية والتكفيرية وفي مقدمتها بوكو حرام، يأتي في إطار المشروع الرامي إلى التخويف من المد الإسلامي المتنامي في القارة الأفريقية. الشيخ الزكزاكي يعد من الشخصيات التقريبية الداعية إلى المحبة والسلام بين أبناء الأمة الإسلامية، حيث كان شخصا مظلوما وشجاعا وثابتا على نهجه، ولذلك تعرض للعدوان وانتقموا منه. تحديد مصير الشيخ الزكزاكي يحظى بأهمية بالغة في العالم الإسلامي. ندعو الحكومة النيجيرية إلى الإفراج الفوري عنه لكي يمارس دوره الرسالي في تعزيز الوحدة بين الشعب النيجيري وأبناء المجتمع الإسلامي. يجمع المشاركون في هذه الندوة الحقوقية أن الصمت الدولي المطبق إزاء مجزرة زاريا زاد ملف اعتقال زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم الزكزاكي تعقيدا وغموضا يوما بعد آخر. محمد جواد، العالم، قم المقدسة.